حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا صاحبتي. يا خاينة يا غدارة، خسارة فيك الطرد كده. اشبعي يا غدارة، خطفت الرجالة يا خاينة. فوق عليكي، حسرة عليكي يا حسرة عليكي يا ناهد، ما تفهميش غلط يا ناهد. ده خسارة فيها التورتاية. تورتايه ايه؟ اخرها حتة. ده احنا كنا عاملين لك مفاجأة. مفاجأة؟ انت كدابة قوي يا ناهد، ده ما تفهميش غلط، ده احنا كنا نعم مفاجأة. افهمش غلط، انتوا الاتنين يا ناهد دي صاحبتي مقضيين يا ناهد، ده احنا عاملين لك مفاجأة. يوسف انا عمري ما اخونك. شاف كل حاجة بعينه. مع صاحبتها والله لا افضحك، والله العظيم لو قلتها. يا بنتي بس بقى اللي الجيران تصحى. عادي يا روحي. ايه يا جميل، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ استني ده حصل مواويل وقصص. ايه احكي لي. كنت طالع بلساني. يا لهوي، في ايه؟ شمس يا لهوي، ايه اللي حصل؟ مكالمة امبارح ولا كانت هتغرشني يا لهوي، وحاسس ان هي شاكه فيا كده يا بنت. ممكن. طب كلمتك كنت متوتر وانت بتكلمها ولا ايه؟ والله لو قلت ماما انتوا بتخونوها بتغفلوا ماما، ولا لو رجعوا عندي قافله عليك كويس ان استخبيت هنا اتحسري في اضعاف خلقه. تعرفي يا بت، معنى انا ما بحبش القصيرين، بس لسانك ده عايز اقطعه. ضحكتني يا مضروب. حلو. وكمان قصيرين. ده كويس ان ماما طويله الحمد لله يعني. وكمان فيها اوضه. ده انا هخلي ليلتك انت وهي سوله. حسرة عليها يا حسرة عليها، حسرة عليها سودة على ايدي وجت رجليها يا كدابة. سامحيني يا ناهد. اسامحك؟ انت السبب. انا السبب ايه؟ انت هتيجي بقى انت السبب في ده كله. الوساخة بتاعتك. احنا السبب؟ ايوه انت السبب. احنا بقى السبب مش انت السبب. ماشي وراك كان غلط من الاول. انا جبت منك كلمة، انت اللي راضيتي. انت اللي جريت رجلي ان اخون صاحبتي، يبقى انت السبب. كان بتعاملني كويس خلتني اخونها. انتوا قدامكم حلين، شوف انت عملت ايه فيها، يا تطلقها يا انت تمدي لي شيك على بياض عشان انا نطمن عليها ما تعملش حاجه فيها تاني. وانت لازم نعمل معاك كده عشان انت مالكش امان. ايه رأيكم بقى انتوا الاتنين؟ شكلكوا قذر. شفت امك ما قبلتش باللي انت عملته. امدي لي بقى على الشيك ده. انا بقى اللي كشفتكم. شفتوا؟ لازم تمضي. نمضي؟ ايوه امضي على الشيك دوت، ده اللي يدل لك اسمع كلامهم عشان ما تخسرش بيتك. ايوه نمضي يا مجنونه انت على بياض. انا بقول لك عشان ما تخسرش مراتك. احمد ربنا امضي. احمد ربنا اللي هي جت على قد كده. اقول لكم على حاجه؟ شرطة البلاد. اقول لكم على حاجه؟ امضي. ايه هي الحاجة؟ طبعا يا جماعه زي ما انتوا شفتوا كده الفيلم بيحكي عن نفسه. طبعا هل المفروض ان هو يمضي على الشيك ولا
يطلق. وحشتونا جدا جدا، وطبعا رأيكم، والفكرة دي مجرد تجسيد الشخصية، محدش يزعل منها. انا قمت بدور الزوج الخاين، وطبعا شمس مقدم لكم شمس وجه جديد معانا ان شاء الله، ويا رب تعجبكم ويجعل في وشها القبول وتكون عند حسن ظنكم ان شاء الله.